كابتن محمد منير رئيس لجنة التحكيم. مرحب بك النهارده. ممكن تقول لنا مستوى البطولة النهارده كان شكلها ايه النهارده وامبارح؟ البطولة في مواليد 97 و كانت الإعلان عنها متأخر شوية، ولكن أبدى السادة المدربين جهودهم مع لاعبيهم، خصوصا بعد أن ألغيت قبل أمس ثم أعيد اللعب مرة أخرى. لكن أقول إن قد ظهر لاعبون ظهروا في أوزان إن شاء الله هيبقى فخر لمصر، خصوصا إنهم في هذه السن ويرعاهم مدربين أكفاء. بالإضافة إلى إن احنا بنشكر المؤسسة على جهودها واستضافتها لنا، والذي أفخر به أن الحكام كانوا على قدر المسؤولية وكانوا في دقة تامة، فلم تكن مباراة واحدة نتيجتها سلبية. طب كابتن، ممكن تكلمنا عن مستوى التحكيم في مصر والإمكانيات المتوفرة للحكام وعددهم؟ يعني هل إمكانيات كافية جميل. بالنسبة للحكام في مصر، فمما يسعدنا ونشرف به أن رئيس الاتحاد الدكتور محمد غنيم، اللي هو أساسا أخذ الشهادة التي تؤهله لترشيح مدربين جدد على مستوى العالم. وعندنا في مصر من الحكام حكام كثيرون، منهم الدوليين ومنهم الدرجة الأولى ومنهم الدرجة الثانية، وفي المرحلة القادمة ففي ترقية للإيه؟ ما ده خليني كان سؤال عايز أسأله. مشاركات الحكام المصريين في البطولات الدولية شكلها ايه؟ هل المشاركات دي كافية كتيرة؟ محتاجين نزودها في الفترة الجاية؟ يعني اللي هم بيشاركوا حاليا من الدوليين بنفخر بأدائهم ونتائجهم الطيبة. كما لا ننسى أيضا أن احنا عندنا الأستاذ الكابتن محمد تومة اللي هو رئيس لجنة الحكام اللي هو بإفريقيا، وفيه أكفاء أيضا من الحكام جاري تصعيدهم إن شاء الله في بطولة قادمة للترقي. كابتن محمد منير رئيس لجنة الحكام، بنشكرك على اللقاء معنا. أنا سعيد بكم وأفخر بالملاكمة في مصر، وإن شاء الله في الأيام القادمة نتمنى إن احنا عالميا نصعد مع رئاسة الاتحاد في جهودها والساهرين على هذه اللعبة. وشكرا لحضراتكم.